اهلا متتبعاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي. في الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم هاد لي ميني طاغوس او مثلثات ديال الطاغوس اللي كيجيو لذاذين بزاف وبساطين بالنسبه للناس اللي ما كيتقنوش اللفه ديال الطاغوس الحقيقيه، يعني على شكل مستطيل. فكنصحهم انهم يجربوا فقط هاد المثلثات، كيجيو ساهلين وبساطين ودغيا كيوجدوا. فندوزو لطريقه التحضير. المهم هنا باش نبداو المقادير ديالنا غادي تحتاجوا واحد البصله، واحد الحبه ديال البصله كبيره اللي تكون مشلضه رقيقه بزاف، واحد نص كيلو ديال الكفته كتبقى على حساب الرغبه ديالكم نتوما. بالنسبه للعطريه انا لهنايا اللي غادي نشرمل بها فقط الابزار، سكينجبير، مليحه، شويه الزعتر وشويه ديال الثومه. ما تقووش العطريه بزاف في الكفته لانها ماشي بحال الدجاج. غادي ديروا زيت البلديه باش تحروا فيها هادشي وخلاص. هادوها باش غادي نخدموا من بعد الخبز ديال الطاغوس والفرماج ديال الساندويتش. وهذه الصوص ديال الطاغوس. هنايا في واحد المقله سخونه كندير شويه ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، وكنخليها تسخن غير واحد شويه. ومن بعد كنجيب ديك البصله ديالي كبيره كما قلت لكم مشلضه رقيقه، فغادي نديرها وغادي نخليها تشحر. صافي هنايا كنبقى نحرك ديك البصله مزيان، كنخليها حتى كتبقى تشحر ليا مزيان وطيح. صافي هنايا غادي نجيب هذيك العطريه، دوك التوابل ديالي كيف ما قلت لكم غادي نضيف كلشي من الاول، فما بلا ما تحتاجوا انكم تشحر البصله، يعني عاد تزيدوا ليها التوابل فقط. من هذه اللحظه هذه ضيفوا الزعتر، ضيفوا الملحه، ضيفوا ديك الثومه، البزار، السكينجبير، كلشي في دقه واحده. صافي وغادي نبقى هكذا كنبقى نقلب في ديك البصله ديالي حتى كتشد ليا اللون ديالها جيدا. عاد كنضيفوا ليها الكفته. وهنايا في هاد الاثناء هادو من بعد ما تحمرت ليا البصله هكذا، صافي دابا غادي نبدا نضيف ديك الكفته ديالي. كيف ما قلت لكم يعني الكفته كتبقى على حساب الكميه ديال الاشخاص اللي كاينين عندكم وغادي اللي غادي تحتاجوها. صافي هكذا وكنبقى نخلط. حاولوا ان الكفته ديالكم تفتتوها مزيان وهي طايبه، يعني ما تخليوهاش انها تجيكم باقا متكتله او حبيبات، لانكم فاش ديروها فما غاديش تجيكم معلكه من الداخل. فحاولوا انكم تفتتوها وتدخلوا مع هذيك البصله. راها كطيب بسرعه، يعني بلا ما طيبوها بزاف تبقى تتحمر وتنشف من داك الماء ديالها. خليو الكفته ديالكم بشويه ديال المرقه اللبان ديالها، لانكم هذاك اللبان هو اللي كيخليها انها تجي معلكه من بعد ما كتخلطوا مع الفرماج وداكشي كتجي معلكه به. فسر النجاح ديال الطاغوس دائما انكم كتبغيوه يجي معلك ويجي عامر داخل بلي صوص وداكشي. فخليو الكفته ديالكم طيب وهي تكون باقا طريه، يعني ما تكونش محروقه. صافي هكذا نبقى ليها كنحاول اني نحيد دوك التكتلات اللي قلت لكم. كتبقاو تحركوا وتحيدوا دوك التكتلات حتى كتفتت لكم الكفته كامله وغير طيب. صافي غادي نحيدها وغادي ندوز باش نخلي الفريت. بالنسبه انا ما صورتش معكم الطريقه الفريت، تقليوه راسكم. وغادي ندوزو غير للطريقه ديال الطاغوس.
صافي هنايا فغادي ندوزو للطريقه ديال اللف ديال الطاكوس. غادي تاخدو داك الخبز ديال الطاكوس ديالكم. بالنسبه لداك الخبز ديال الطاكوس راه كيكون جهه محمره شويه وكتكون جهه ما محمراش، فغادي تاخدو الوجه اللي غادي تضيفوا فيه الحشوه ديالكم، يعني ديك الجهه اللي ما محمراش كديروا عليها واحد الكميه تكون شويه كبيره ديال الصوص ديال الطاكوس، اولا بالنسبه يعني الصوص كديروا نتوما اللي عجبتكم، ولكن بالنسبه حنا كنبغيو الصوص ديال الطاكوس لانها كتجي زوينه. كدير واحد شويه ديال الفريت، يعني ما تحاولوش تقويو الفريت بزاف باش ما يجيكمش عامر غير بالفريت. وممكن فقط عاوتاني تكتفيو غير بالكفته، يعني بلا ما تضيفوا حتى حاجه اخرى، فقط بالكفته ويجيكم زوين. صافي هنايا نتوما ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الكفته وضفت شويه ديال الفرماج ديال الساندويتش، واحد الفرماج ديال الساندويتش، وكنقلفهم بهذه الطريقه هذه كما شفتوا. كتسرحوا، نعاودو في الثانيه باش تكون واضحه. هانتوما كتسرحوها بحال هكا. بالنسبه الى بغيتو المثلثات يجيوكم مسدودين فحاولوا انكم ما تعمروهاش بزاف باش يجيوكم مسدودين. انا عمرتهم بزاف باش جاوني هكذاك محلولين. هانتوما كتشدوا هذاك كت شويه ديال الفريت وتضيفوا عليه شويه ديال الكفته وتضيفوا عليه واحد الفرماج ديال الساندويتش. بالنسبه هذا كيعطيه مذاق لذيذ بزاف داك الفرماج. هانتوما كتحاولوا تطويو من داك الجهه اللي كتكون على شكل دائره كطويوها صافي، وكتسدوا بما انكم كتكونوا دهنينها كامله بالصوص فراه كتسد معكم بسهوله وما كتجيش ازمه ما كتبغيش تلصق. صافي هكذا وكتبقاو مستمرين. ان العجينه ديالكم كامله كتاخذوا الوجه اللي ما كيكونش محمر هو اللي كديروه من الفوق وكتبقاو ديروا ليه الحشوه، كديروا ديك الصوص ديالكم كيف ما قلت لكم. يعني كتبقى الصوص على حسب الذوق. انا هنايا كانت عندي غير صوص ديال الطاكوس حلوه، يعني ما حراش. كاين اللي كيفضل انها تكون حاره وكتكون احسن. صافي وكتضيفوا عليها الكفته وكتضيفوا عاوتاني من بعد داك الفرماج ديال الساندويتش وكتبقاو هكذا مستمرين حتى كتكملوا الكميه ديالكم كامله. صافي هنايا كنجيب هاد الماكينه ديال البانيني وكنستفهم فيها. بالنسبه للتحمار كيبقى اختياري، سواء بغيتو تحمرهم في المقله وتديرهم فوق الفرن يعني حتى يطيبوا ويتحمروا لكم. هذه كذلك طريقه زوينه، ولكن فقط انا بغيت نفضلها باش تجيني ديك الرسمه ديال الطاكوس فيهم الفوق، فدرتهم هنا في ديال البانيني. هانتوما شفتوا من بعد ما كيتحمروا صافي كتبقاو تقلبوهم وتغيروا ليهم عفوا سمحوا لي الاتجاه ديالهم، فقط على ودية الشكل وكيجيوكم غزالين بزاف ولذاذين. صافي هكذا كتبقاو عليهم حتى كيتحمروا لكم كاملين، كتبقاو تحركوهم. بالنسبه الا خرجت شي حاجه عاودوا تدخلوها. اما كذلك كيف ما قلت لكم الا بغيتو تحمروهم في المقله فكيبقى راجع لكم اختياري. صافي هنايا من بعد اللي طابت كنبقى نهزها ونحيدها ونحطها في واحد الطبسيل باش نستف عاوتاني الثانيين كذلك. فحيدوا داكشي اللي لاصق بحال باش يجيوكم نقيين فاش طيبوهم. صافي هانتوما شوفوا كيفاش غادي ندير. غادي نبقى نضغط على الحشوه نرجعها للوسط ويعمروا الوسط باش يجيو لنا الجنوبه ما تبقاش طاح لينا منهم. صافي بالنسبه انا عندي الماكينه هنايا غير صغيره فكندير غير 4، اما الا عندكم نتوما كبيره غادي تسربيو الخدمه ديالكم. صافي هنايا غنديرهم يتحمروا ونرجع لكم من بعد ما يطيبوا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا او الفطائر كما بغيتو تسميوهم. كيجيو لذاذين بزاف وسهلين، ما كياخذوش منكم وقت باش انكم تحضروهم. كنتمنى انه الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم.
الى اللقاء ان شاء الله، ونتلاقاو في مزيد من الفيديوهات. مع السلامه.